الاتحاد المصري للجمباز مؤخرا بطولة كأس مصر للجمباز، وده كان لسن 10 سنين، وفاز فيها عدد من أبطالنا الصغار اللي رفعوا اسم مصر بميداليات متنوعة. النهاردة احنا معانا بطلتين في الاستوديو، والبطلتين دول حصلوا على ميداليات ذهبية، وبالرغم من صغر سنهم إلى أن هم ما شاء الله تبارك الله يعني بنات واثقين من نفسهم، عارفين هم بيعملوا ايه. خلوني يعني اتكلم معاهم هم احسن مباشره وتسمعوا منهم هم هيقولوا ايه. سيدنا النهارده يكون معانا كارما كريم الدالي البطله، اهلا بيكي معانا. سيدنا كمان يكون معانا كنزي حبيب البطله الثانيه، اهلا بيكي معانا. منوريني ومشرفيني، وزي ما انتم شايفين كده بناتنا الحلوين الصغيرين دول ما شاء الله تبارك الله، الميداليات اللي على الترابيزه دي جزء من الميداليات اللي هم حصلوا عليها. فنبدأ الكلام ونبدأ من اليمين. كارما، كارما عندك كام سنة؟ عندي 10 سنين. عندك 10 سنين، في سنة كام؟ 2013. لا، في سنة كام انت دلوقتي الدراسة؟ أنا في سنة 5. في سنة 5. وكنزي؟ أنا قربت أبقى عندي 11 سنة، وأنا في سنة 6. في سنة 6. يعني 5 و6 وقريبين في السن من بعض. طيب كارما، قولي لي انت من البداية بقى بدأتي تلعبي جمباز ليه؟ اشمعنى الجمباز؟ أنا كنت جربت أول، لقيت إن أنا هعمل experience جديدة وميموريز. لعبتي حاجة قبل الجمباز؟ لعبتي ايه؟ لعبت باليه. لعبتي باليه. قبل الباليه كان في حاجة تانية؟ اصل احنا عارفين لازم نعدي على الألعاب كلها الأول. لا أنا يعني انت لعبتي باليه وبعد كده دخلتي الجمباز على طول؟ اه. حبيتي الجمباز؟ ليه حبيتيه؟ ليه؟ قولي لي. حسيت إن هو يعني هيشجعني أكتر، يودينا لحاجات كتيرة. يعني أول ما لعبتيه قلتي هي دي اللعبة اللي أنا هكمل فيها؟ اه. حسيتي إن انت مش هتغيريها لحاجة تانية؟ لا. وكنزي لعبتي ايه قبل الجمباز؟ لعبت سباحة وجمباز فني في نفس الوقت. لا، الجمباز فني قعدت فيه سنة، بعديها الكابتن قال لي ان ايديا ضعيفة قوي، فمش يعني مش هبقى حاجة يعني في الجمباز الفني. فبعديها رحت الجمباز ايقاعي من وانا عندي 4 سنين، وبدأت بقى الجمباز. انت فاكرة الكابتن قال ايه وفاكرة الكلام ده؟ ما انا اصلا يعني ايديا ضعيفة، فالبار وكده الجمباز الفني لازم يبقى فيه قوة. لما قالك لا هتروحي جمباز ايقاعي، هو ما قاليش، هو قال لي ان انا بس يعني ايديا مش يعني لما انا ايديا تبقى ضعيفة مش هتتلائم مع اللعب. فمامتي قالت نجرب يعني عادي نشوف اي لعبة تانية، فجربنا الجمباز الايقاعي عشان قريب شوية من الجمباز الفني في جراند كوي وكده. فجربته بقى، وانا صغيرة ما كنتش بحبه خالص، كنت بفضل اعيط كل مرة. صريحة، هي قالت الحقيقة. ليه كنت بتعيطي ليه؟ يعني في الجراند كور كده كنت بفضل اعيط وكده، وما كنتش بحب بقى. بتتألمي تعبانة؟ دلوقتي الحاجات دي بقت سهلة قوي، بقيت اعملها عادي. ولما كبرت بقى بقيت احبه ومش عايزة اسيبه. يعني بقيتي تحبيه خلاص؟ صالحتوا على بعض؟ الحمد لله. انت كمان كنتي بتعيطي؟ لا أنا كنت يعني زهقانة شوية. زهقانة شوية. هما بيقولوا الحقيقة، هما الاتنين ما عندهمش مشكلة. زهقانة عشان انت مش عايزة تبقي ملتزمة بتمارين ورايحة وجاية وكده؟ عايزة تقعدي بقى تلعبي وخلاص؟ لا أنا عايزة يعني أجرب يعني حاجات، يعني مش أفضل في نفس اللعبة، أجرب حاجات. لما طب ليه يا كارما لما بنعدي جنب صالة الجمباز في أي نادي بنلاقي كل البنات الصغيرين قاعدين بيعيطوا؟ عشان هما لسه ما جربوش كل حاجة، يعني هما بس لسه في الأول. لما يعني يكبروا ممكن يشوفوا حاجات كتيرة ما شوفوهاش، هيحبوا اللعب. طيب احنا هنشوف فيديو دلوقتي ونرجع ناخد التعليق من كنزي. الفيديو ده لكنزي الأول ونرجع نكمل كلامنا.
ايه الجمال ده. شكرا. شطوره، برافو عليكي. قولي لي، بتبقي خايفه لما بتروحي بطوله؟ انا دخلت بطولات كتير، بس البطولة دي اصلا انا لما بخاف بعمل يعني وحش، ببقى الخوف كلنا لما بنخاف بيأثر. بنعمل الغلطات. الخوف بيبقى بيأثر على على الشغل. الاداء. اه. فانا مثلا لو خايفة ممكن ارمي اي حاجة ممكن يقع وكده. في خط احمر كده لو عديناه ده بننقص بوينتس كتير. امم. فانا البطولة دي كنت بحاول ما بقاش خايفة عشان اعمل احسن، وما كنتش خايفة بجد. البطوله دي كانت فين؟ 6 اكتوبر. 6 اكتوبر. قعدتي تستعدي لها قبلها بقد ايه؟ آم، قبلها ب3 شهور او يعني حاجة كده. كنت عندي فاروس، دي كانت بطولة انترناشونال، اللي هو بقى بيبقى فيها ناس من حتت تانية، وبيبقى التوب 3 بس هما اللي بياخدوا ميدالية. امم. فدي كانت قبليها. فبعديها بقى كنت عندي بطولة تانية اللي هي دي بعديها ب3 شهور. ضغط بقى. يعني يعني انت خارجه من بطوله على بطوله، فكنتي فكنت مجهده. ايوه كنا لازم بقى نركز. بس انا شايفه ان ادائك حلو جدا. شكرا. والله ما شاء الله عليكي. شكرا. طيب نشوف الفيديو بقى بتاع كارما. هنشوف فيديو الكارما ونرجع تاني مع حضرتك. برافو برافو برافو. شكرا. ايه الجمال ده. قولي لي بقى، انت قبل البطوله دي كنت خارجه برضو من بطوله زي كنزي؟ اه احنا مع بعض في التيم. أيوة. انتوا مع بعض في كل حاجه. اه. برضو كانت ضغط بقى، وحاسه ان انت خارجه من بطوله داخله على بطوله والدنيا زحمه؟ شوية. اصعب حاجه في اللي انت بتعمليه ده ايه؟ elements. لو مثلا لازم اثبت كتير، اه. اركز ان انا ما اعهوش، ولازم اشد مشاطي وركبي عشان ما انقصش. طيب قولي لي يا كارما، هل التمارين والبطولات بتأثر على المذاكرة؟ يعني ما بتلحقيش تذاكري، ما بتلحقيش تعملي الهوم وورك؟ لا، انا بظبط وقتي يعني لو في عندي حاجة مفاجأة برضو لازم اظبطها. ما ينفعش مثلا اركز في الجمباز اكتر ما اركز في الدراسة، اركز في الدراسة اكتر ما اركز في الجمباز. يعني ما بتجيش مثلا تقولي لا انا مش قادرة اروح المدرسة، انا تعبانة من التمارين؟ مم. قولي الصراحة. لا لا. تعمليش كده ولا انت يا كنزي؟ كنزي بتقول على لا طول. يعني انا لو عندي تمرين مثلا، انا بيبقى عندي 5 ايام في الاسبوع تمرين. اليومين اللي انا مش بيبقى عندي فيهم تمرين بذاكر. ومثلا لو انا عندي امتحان مثلا، انا عندي تمرين يوم الثلاث والامتحان يوم الاربعاء، بعد التمرين بفضل اذاكر لحد ما اخلص، بعديها انام. يعني بتظبطي وقتك زي ما كارما بتقول. طيب
علاقتكم ببعض ايه بقى؟ انتوا مع بعض في التمارين ومع بعض في الفريق ورايحين جايين مع بعض، علاقتكم ببعض إيه؟ انتوا صحاب؟ اه. تتخانقوش؟ متأكدين؟ هسأل مامهاتكم بره. تتخانقوش خالص؟ لا، اكتر حاجة بتحبوا تعملوها مع بعض؟ بنحب احنا نمثل ان احنا كوتشز اه. ونألف دانسز وكده. كأننا يعني بندرب imagination يعني. بتتخيلوا ان إن انتوا إحنا الكوتش coaches. بتاع التمارين؟ وبنمرن ناس او بنألف لهم دانسز وكده. يبقى انتوا لما تكبروا هتبقوا كده ان شاء الله. ما دام انتوا حابين كده. طيب الميداليات اللي قدامنا دي يعني ما شاء الله ميداليات كتيره، لكن انا هسأل كل واحده فيكم اكتر ميداليه بتحبها كانت اي ميداليه. ابدأ بكارmen. انا اللي هي اللي, اللي بتاعتها احمر. دي بتاعت ايه بقى؟ احكي لنا موضوعها. كانت في الفيروز. كنت كسبت عند انترناشونال كنت كسبت 2 ميدالية، بس دي واحدة. يعني دي كانت مسابقه دوليه، اه. دي خدت فيها الميداليه الذهبيه. مم. ليه بقى دي اكتر واحده بتحبيها؟ كنت مبسوطة من نفسي ان انا اخدت 2 ميدالية، ان انا طلعت في المركز، في ناس ما طلعتش اصلا، مم. فكنت فرحانة يعني. بطله طبعا ما شاء في الله. واحدة تانية برضه، ايه انهي واحده؟ كنت كسبت التانية على الجمهورية. امتى؟ مش السنة دي، السنة اللي فاتت. السنه اللي فاتت. مم. خدتي تاني جمهوريه. في الكورة. دي برضو فرحانه بيها. مم. هل الميداليات دي بقى بتحطيها في اوضتك، بتحطيها في مكان كده عشان اه. وانت رايحه جايه تقعدي تشوفيها؟ بحطها memories لما مثلا لما اخلف يعني. خلاص يا عالجمال، بصوا الجمال. عشان ولادك يشوفوها. يعرفوا ازاي تعبت، وهما برضو لازم يتعبوا عشان يحققوا اللي هما عايزينه. هتمرنيهم زي الجمباز ولا هتسيبيهم يختاروا اللعبه اللي هم عايزينها؟ هيسيبهم يختاروا اللعبة اللي هما انت عايزينها. ديمقراطيه ما شاء الله عليكي. شكرا. احلى ميداليه بتحبيها ايه او اكتر ميداليه بتحبيها؟ الميدالية دي كنا داخلين جروب، يعني 5 مع بعض جماعي بالهوب. مم. كانت جولد، مش عارفة انهي واحدة فيهم. جبنا أول جمهورية برافو. في الجروب. دي كانت في انهي بطوله؟ السيزون اللي فات، يعني السنة اللي فاتت. السنه اللي فاتت. كانت في مصر ولا بره مصر؟ لا، في مصر. كانت في مصر. طيب هسألك تاني بقى زيها بالظبط. الميداليات دي ليها مكان مخصوص عندك في البيت؟ بحطها في زي بوكس كده، وبحط فيها كل الميداليات بتاعتي. ايوه. يعني بشوفها كتير، يعني عشان انا بحطها في اوضتي في حتة. بتحطيها في حته طول ما انت رايحه وجايه شايفاها؟ و مامتي اصلا هتجيب لي زي حاجة هولدر للميداليات عشان تعلقيها. طيب انا لو سألتك يا كنزي عن نفسك لما تكبري تطلعي ايه؟ انا عايزة افتح ماي اون بيزنس. مش متوقعه دي خالص بقى. دي حاجه مش متوقعه. لا، يعني بيزنس يبقى فيه زي ايه؟ مكان قولي زي ايه؟ يبقى بيمرن جمباز. انا ابقى الهيد كوتش، وانا اللي بدخلهم البطولات وكده. يبقى انت شفتي حد عجبك في المجال ده صح؟ شفتي انا عرفت ازاي؟ عجبك النموذج ده، عايزه تبقي زيه. طب انت شايفه ان الرياضه دي رياضه كويسه للبنات؟ قوي. بتعلمهم ازاي يبقوا واثقين من نفسهم، وازاي يبقوا responsible كده، وعندهم مسؤولية. تحمل مسؤوليه. ما بين التمرين ويخلصوا يعملوا مذاكرة ويصحوا بدري وكده. صح. ويبقوا واثقين من نفسهم ان هم بيطلعوا قدام كل الناس وهم بيعملوا يعني يبقوا واثقين ما يخافوش من اي حاجه. يبقوا يعبروا طالعين عن قدام. نفسهم. في ناس كتير قوي بتبقى قاعده على البطوله، هم داخلين قدامهم كده، وفي جادجز بتعلمهم ازاي يبقوا واثقين من نفسهم. سلام. شايفين الكلام الجميل المتزن. طيب انا دلوقتي عايزه اسالك عن الافتراء بقى. يعني في ناس بتبقى بتتمرن وابطال، فبيروحوا يتمنظروا بقى على اصحابهم وكده
ووروهم بقى حركات ان هم جامدين ماشي. ويتشقلبوا لهم. بتعملي كده في المدرسه؟ لا لا، هو كل واحد عنده مميزات فيه. يعني مثلا انا وكنتي عندنا مميزات ان احنا بنعرف نلعب جمباز وشاطرين فيه. مم. في المدرسة ممكن يكونوا شاطرين في السباحة، شاطرين في اي حاجة تانية. صح، برافو عليكي، برافو عليكي. كلام ما شاء الله كل يعني. حد بيبقى قالت كل واحد وعنده ميزه بتاعته، هي مش محتاجه ان هي تتمنظر على حد. قولي يا كنزي. كل حد يعني هو سبيشال في حاجة. مثلا هي سبيشال في ان هي مثلا هي كل حد احسن من حد في حاجة. مم. يعني كلنا مفيش مش حد اقل من حد. يعني مفيش حد اصلا. هتلاقيني انا وكارما شاطرين، بس هي بتعمل حاجات احسن مني وانا مثلا بعمل حاجات احسن منها. كل واحد متميز في حته مختلفه. اه مفيش ولا مره اتشقلبت لهم في المدرسه ولا وريتيهم حركات لا ولا لا. اي حاجه أو خالص؟ علاقتك بقى بالمدرسين ايه؟ مدرسين اه ولا كوتش لا، المدرسين في المدرسه. بيدرسوني؟ لا يعني بيحبوكي، عارفين ان انت هاديه، عارفين ان انت بطله؟ هو انا هادية شوية، بس هم برضه عارفين ان انا بلعب جمباز. عارفين يعني. اه. اكتر حاجه بتحبي تعمليها في حياتك ايه يا كنزي؟ آه، عموما بقى بشكل عام. مش على الكومبوز يعني عموما. اه براحتك. انت بتحبي ايه؟ انا بحب الون قوي، وبحب افضل اشوف ريسبيز جديدة اجربها، مم. وبحب قوي الف دانسز مع نفسي كده يعني. وانا قاعده فاضيه بحب امسك الكوره او اي حاجه واشغل اغنيه وافضل اعمل دانسينج عليه. بصي انت طايره ازاي. طب انت لما بتقولي للكوتش ان انت مؤلفه رقصات، بيقولك ايه؟ هما الكوتشز بيبقوا عارفين ان احنا بنعرف نألف، وبنوريهم احنا بنحب نوري الكوتشز اللي احنا ألفناه. مم. وهما بقى ممكن يقولوا لنا يعني رأيهم ايه، عجبتهم الجملة او لا كده. بيعلقوا عليها. اه طيب كارما، انا ما سالتكيش بقى، انت نفسك لما تكبري تعملي ايه؟ انا نفسي اطلع مهندسة ديكور. انت بتحبي الديكور؟ انا بحب ارسم أوي. انا كنت برسم حاجات يعني حقيقية. ازاي؟ قولي لي. كنت زمان كنت بفتح اليوتيوب، بشوف اي رسمة وبقلدها. اه يعني بتشوفي حاجه قدامك تقومي عاملاها. أمم. بتحبي الرسم او بتحبي الالوان زي كنزي برضو؟ انا مش بحب الالوان، بحب الرسم. بتحبي الرسم نفسه. أمم. طب بتحبي ترسمي بخامه معينه ولا بالقلم الرصاص ولا بايه؟ ساعات كده وساعات كده. يعني لو في حاجة محتاجة ان هي يعني تكون رياليستيك قوي، مم. بحتاج حاجات تانية غير القلم الرصاص. بس في حاجات تانية بحتاج القلم الرصاص بقى. وممكن لما تكبروا انتوا الاثنين تفتحوا اكاديميه للتدريب مع بعض انتوا احنا اصلا الاثنين. احنا 7 في التيم. اه كلنا عايزين نفتح كلنا اكاديمي بسنس. اه. ونمرن فيها الناس وندخلهم بطولات. خدوني معاكم بقى. تعرفين انا كنت بلعب جمباز وانا صغيره انا كمان. كان من اكتر الحاجات اللي بتخليني مبسوطه في حياتي. كنتي فني ولا ايروبيك ولا لا ايقاعي؟ فن. بس اهم حاجه ان الواحد يفضل محافظ على مستواه. انا قطعت فجاه وبطلت فجاه، فاعتقد ان انتوا اعقل مني مش هتعملوا كده، هتفضلوا مكملين انا يعني. جربت، انا اكتر حاجه بحبها يعني انا جربت لعب كتيره قوي. جربت تنس وفولي وسباحه وجمباز فني. جربت سكواش وحاجات كتيره قوي، بس انا ما لقيتش يعني ميزه غير في الجمباز. انا كنت جربت سباحة برضو، وبرضو زي ما كنزي قالت وما لقيتش ميزة غير برضو يعني انتوا الجمباز. الاتنين قلبكوا راح للجمباز خلاص، يعني حبيتوه. يعني وهو احنا كمان حبكوا على فكره، ما دام انتوا بقيتوا ساعات ابطال يبقى الجمباز حبكوا. اه. دي حقيقه يعني. طيب نسال عن مامي بقى، مامي لكل واحده فيكم. اسالك يا كارما الاول وقولي لي دور مامي ايه معاكي في الموضوع ده؟ هي على طول يعني بتخليني ان انا ابقى احسن واحدة، عايزاني اطلع زي ما انا عايزة يعني. ومرمطاها معاكي في التمارين برضو ها؟ لا، هي فعلا هي بتتعب عشان توصلني كل حاجة
بتتعب عشان تبقي بطلة وتقف أيوة. جنبك عشان تبقي بطلة وما تخافيش من حاجة والعالم كله يسقف لك، صح؟ مم. تقولي لها ايه النهارده؟ شكرا ليكي لكل حاجة عملتيها ليا. تقولي لماما ايه النهارده؟ ان شكرا ان هي على طول بتشجعني وبتقف معايا، ولما ابقى راجعه من التمرين ساعات احنا كنا بنبدأ من 4:30 ونخلص الساعة 10:30، كنا بنبقى عندنا اكستراس كتيرة. فاحنا لسه البطولة دي كانت من اسبوع، وقبل البطولة دي كنا بننزل اكسترا بالليل وكده. فهي مامتي كانت على طول بتشجعني وتقولي عادي، انتي هتقدري تكملي وخلاص البطولة قربت، ويعني اشتغلي على نفسك عشان ربنا يخليكي يقف تعملي جنبك. احنا اصلا عندنا تمرين بعد المشهد. انتوا هتمشوا من هنا على التمرين. اه عطلناكم، احنا اسفين يا ابطالنا الحلوين. عايزه اقول لكم ان مش بس الميداليات دي زي ما قلت في الاول، لا يعني ده جزء من الميداليات اللي موجوده، ده غير الشهادات اللي موجوده. ارفعوهم بقى كلهم كده. ده جزء من الشهادات اللي عند كارما واللي عند كنزي، واللي فعلا يستحقوا ان هم يتقال لهم انتوا بنات مصر بجد، انتوا اللي مشرفينا، وانتوا اللي هتشرفونا في السنين اللي جايه في محافل كتير وعلى مستويات كتير. بصوا كارما عماله تفرط فيهم ازاي عشان تشوفوهم كلهم. انا بشكركم وفرحانه بوجودكم معانا، وفرحانه ان احنا عندنا بطلات امامير كده ومثقفين وواعيين وعندهم ثقه بنفسهم وعندهم تحمل للمسؤوليه، وفي نفس الوقت عندهم روح حلوه مع بعض، ودي اهم حاجه. شكرا. نورتوني يا حلوين. شكرا. ربنا يوفقكم. مشاهدينا لسه مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل مع فقرتنا الثانيه، خليكم معانا.